مؤشر. ممكن تسديده جول للعراق. نروح للملا. ملا عبد الخالق. عماد يقول 500 دولار. تعطي 500 دولار؟ هو يدفع عماد. ليش ما راح يدفع؟ ماكو فرق. ماكو فرق بيني وبين. زين اكو مكافأة بعد هذا الفوز؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يابا اكو مكافأة. نروح لدارة. دارة ملا يدفع؟ يدفع خواردة. يدفع. زين انت اليوم ما ضجت لي المشاركة؟ لا شلون اضوج؟ عادي. اكيد فرحان مثل باقي اللاعبين؟ فرحة ما تنوصف. ان شاء الله تشارك في المباريات القادمه. خلاص بعد لعبات المنتخب في بغداد. امشي ولد بيضة وجينا بيضة وجا المنتخب العراقي، ويعني كانت مباراة جميلة جدا يليق ببطل اسيا. حبيبي ان شاء الله بالجايات ان شاء الله. ان شاء الله. نروح لابو رجوه. انت ما اقول لك مبروك لان انت حتى اكل ما مسوي لهم. لا سويت لهم اليوم غدا طبخ مباراة خاف. سلام. ابو رجوه سواك. لا مو خشكل. لا مو خشكل. اليوم بطني توجعني انا من ورا. يعني اذا ماكل بالمطعم وغلط. اي والله. كله من الاكل مال ابو رجوه. سامال عاش فيك ولو اليوم شوط ثاني، لكن اريد تحكي لي مشاعرك الحقيقيه. يعني اليوم بعد مشاهده الجمهور حسيت انه منتخب وطني بحق يلعب تحته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مشاركة الشوط الاول والشوط الثاني الحمد لله والشكر على كل شيء. مهم توفيق الفريق. مثل ما تعرف يعني مباراة اول مرة منتخبنا يخوض امام جماهير داخل بلده وجماهير كبيرة اجت من كل العراق اصلا، بس مو من الشمال يعني من بغداد ومن المحافظات الجنوبية. الحمد لله وشكرا قدرنا شلون نقول نسعد هاي الجماهير، وفريقنا قدم مستوى رائع صوره من بداية الشوط الاول لنهاية الشوط الثاني، والتوفيق للجميع. مبروك سامال. شكرا. نروح عماد محمد. اليوم انت كنت لاعب خطر وايضا يعني وصلت للمرمى لكن ما حالفك الحظ، يعني هم حزنت بداخلك؟ طبعا تمنيت ان اسجل يعني بين هذا الجمهور وعرضنا اول مباراه، لكن ان شاء الله مباراه بغداد راح تكون ان شاء الله لها كلام ثاني. لكن اريدك تحكي لي هل هاي المباراه رجعتك لذكريات ماضيه؟ طبعا اول شيء الحمد لله والشكر المستوى اللي قدمته كان مستوى جيد، يذكرني بالمستوى اللي كنت اقدمه على ارض ملعب الشعب وبين جمهورنا، فالحمد لله والشكر. لكن الجول توفيق وماكو فرق، اللي قولوا يعني هم لاعبين من عندنا، ونتمنى ان شاء الله الكل ان يتوفق ان شاء الله ببغداد تسجل ان شاء الله ان شاء الله. باسم عباس اليوم كنت لاعب متألق واريدك تحكي لي حقيقه مشاعرك يعني بعد مشاهده هذه الجماهير. طبعا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه هذا الفوز طبعا مهم جدا ان نهديه للجمهور العراقي اللي حضر هذه المباراه. يعني مشاعري كلش فرحان انا وزملائي بهاي المباراه امام جمهورنا. حقيقه حسينا بان احنا يعني ذكريات القديمه بدات تعود شوي شوي ان شاء الله، بجهد اللاعبين، بجهد الاتحاد، بجهد الكادر التدريبي، ان شاء الله بجهد الجمهور اللي آزرنا بهذه المباراه، ويا رب تستمر هذه الفرحه وتستمر المباراه الوديه. ان شاء الله مبروك عليك. شكرا. فريد مجيد ايضا اليوم كنت لاعب متميز في خط الوسط، منتظر انت ترجع لبغداد وتلعب ببغداد؟ طبعا امنيه اتمنى نلعب ببغداد وجماهيرنا الحبيبه تنتظرنا ببغداد، وطبعا مثل ما اليوم فرحنا ينتظرونا فرحه كبيره واحنا ننتظر فرحه كبيره تلعب بلعب الشعب، فالشيء طبيعي يعني المباراه انتظرها صح صبر. عادي محمد هاي قدامك ما يخالف. فريد مجيد احمد وياي. فريد اريدك تحكي. محمد من رخصتك؟ محمد يونس محمود من رخصتك؟ فريد لا بعد ما يقدر. نروح ليونس محمود. كابتن يونس الحمد لله على السلامة. اكو اصابة خفيفة؟ مو اقول لك يقتل هذا يقتل. البارحة قلت لكم كاتبين عيب، مو هذا مشبعهم كتل. شوف شفه شوف ما شاء الله. من هاي صار احسن حال. لا على اصلك سلام.
اكثر مرة من مرديكا. هذا سلام شاكر ابوه سوى بنا شاكر مرديكا بلشنا فسلام شاكر لا زدنا احسن منه. يونس الشوط الاول اضاعت ضربه جزاء، يعني شنو كان شعورك؟ ضربة جزاء لا ضيعت 20 جول. لا عوف الكبار، ضربه جزاء هدف محقق، ضجت بوقتها؟ لا شوف عادية اكيد، ومن بداية المباراة نتمنى انه نسجل هدف، خاصة انك تسجل ملعبك، يعني بطولة تاريخية. ان شاء الله. وترى صارت 3 ايام انا التمرين، يعني استاذ ناظم الرجال يعني اعطاني فرصة، انه الرجال حب يخليني، مع العلم هو انه المفروض اقعد لان انا تعبان ما عندي تمرين، انا صار لي يومين وياهم كنت قاعد هالفترة كلها. وتعرف مدرب عنده يعني الثقة، ينطي ثقة للاعب، وشفت يعني سجلت هدف، ويمكن لو باقي اقدر اسجل يعني، لان مثل ما يقولون الشبسة تنفتح. بس ان شاء الله يعني انا اريد اقول شيء واحد، يعني صراحة محبة الجمهور هاي يعني ايش ذكرت بيك؟ ايش رجعتك لوين؟ مو ذكرت، وانما يعني صراحة ما تحس بحب الجمهور اذا ما تكون داخل، يعني شوف ما تقدر تطلع الناس، يعني تجي الفندق ما نقدر، بالغرف مالتنا ما نقدر، الناس صاعدة، يعني اعتقد هذا حمل كبير على اللاعبين. وان شاء الله نوعد الجمهور انه يشوفون المنتخب العراقي بصورة صحيحة. والاهم من هذا انه نتمنى نلعب بداخل ارضنا، انها فرحنا، ان شاء الله نروح لبغداد نفرحهم، وايضا ان شاء الله تكون بالبصره مباراه امين، حتى تكون كل العراق يشوفون اللاعبين على طبيعتهم وعلى حقيقتهم، يعني داخل الارض اللي موجودين بها هم يشوفون اللاعبين امامهم. نتمنى الحدث ببغداد يكون احلى ان شاء الله. يونس لمن تهدي هذا الجول؟ هذه لهالناس الطيبة، يعني الناس والله ما كنا متوقعين الناس هيك محبته، وهذا يعني رغم ضيع الجزاء وهذا، والناس ظلت تهتف. توعد جمهور بغداد انه راح تروح لبغداد، توعدهم بشيء؟ ان شاء الله اذا صارت مباراة ملعب الشعب ان شاء الله فرحهم من البداية، مو مثل اليوم خنقتهم الا بالاخير فكت الشبسة، وجبار فك الشبسة هذا الواوي. المدالطم على راس 3 كرات بالراس ضيعتهم، اللي واحده من ضمن الجزاء اخذها من ايدي، يعني بيده اخذها. الرابعه فكت، بس ان شاء الله بملعب الشعب صراحه هاي حسره بالقلب، لها اشتياق كبير. ان شاء الله ماكو يومين بس. والله تبيك هواي يونس، بس المشكله احنا الفتره قليله، يعني نتمنى ان كل مباراه فيفا داي تصير داخل العراق نلعب.